فيها أكتر من 300 عربة مدججة بالسلاح. لو ما مهمة، لو ما مهمتها كان خدت فيها إمداد قدر ده، لو ما مهمتها كان مشوشة عامل أجهزة بتاع التشويش بالشيل فلانة تقول لها ما مهمة. ومهمة دي كيف النهاية؟ ها؟ إخواننا هو الشغل ده تمام. القاعدة دي هذول كبيرة جدا جدا جوا فيها والله العظيم بلاوي، والله تمشي فيها بالعربات تفتر يا يجي يقول لك ما مهمة، ده كله نقلوه وشونه. هاي مشتركة والجيش جايين حتى بشاحنات عشان عارفين بخمشوا والله جايين بقى فاضية. الآن عبوها شونوا منها تشوين زي التشوين، وعطلوا ما عطلوا وخربوا ما خربوا. ما هو الغرض أساسا، الغرض أساسا إخراج القاعدة دي من الخدمة، تحييدها بالكامل يعني، تحييدها. مش الغرض الاستحواذ عليها هي كمنطقة، لا لا لا. الغرض الحاجة اللي فيها دي قوات مكونة سريعة الحركة، قوات متخصصة، متخصصة في قطع الإمداد، وناس مكلفين بتوجيهات معينة. استقرار ما عندهم. قرشوا الليلة في الزلق، بكرة عادي ممكن يقرشوا لك في الجنينة، ممكن عادي يمشي يقرشوا لك في ضعين، ممكن عادي يقرشوا لك في نيالة. دي قوات تمشيط الصحراء وضبط الصحراء. أي إمداد وأي قاعدة عند هنا مركز أو قاعدة للجنجة ديل في الصحراء نازل حيدوها. أكتر من كده كيف؟ تعرفهم كويس والله، والله ناس ما بحضروا. قالوا منك جريت دنقاس. شفت العربات الواقفة؟ لا 23 فيها، لا 23 مربوط فيها. وذخاير 120 130 دي سيرت اسبييناين زو 200 دوشكا دي ما تديك الدرب. ذخاير وحاجات دي ما تديك الدرب. نازل ما في دانات دي باشكال وانواع قاعده، صناديق قاعده، صناديق قاعده. ويجي يقول لك قاعده ما مهمه. المهم شنو تاني على الاقل؟ المهم شنو؟ والناس زيلوا جو حرقوا السوق ومرقوا يا زول. خاف ربك. مع انه الجنجة ده قلت لك نهائيا ما بتطلصوا. على العموم الخلاصه اعرف تماما انه المنطقه دي ما الغرض الاستقرار فيها. المنطقه دي الغرض تحييدها واستلام كويس الامداد اللي فيها. وقت كان نازل والله يعني العمليه محصره كده، المجغومين العمليه محصره كده داخل الهنايه عددهم فاق ال 200. وتجي تقول لي قال يا اخي دي منطقه مو مهمه، منطقه وقت مو مهمه، انت خدت انت مجغوم لك في اكثر من 200 عسكري وغير الجرحى اللي انت شلتهم جريت بيم. والعربات الواقفه دي بيه لوحات طولنا ذاته ما شفنا اللوحات بتاعتكم دي، شفناها الليله هنا. وتيجي تقول لي منطقه مو مهمه، المعدات والحياه دي مو مهمه، المبالغ والمهم شنو عندكم؟ جيروا دنقاس يا نادي الملابس خلوها. وعمك البريق يصيج من منطقه لمنطقه بصوروا كده بس بيقول لك احنا ده الاصل ذاته الكبير ذاته، ده جاب البلاوي ذاته للبلد دي صيج ما قعد. والله اسمع كلامي ده تاني في منطقه حتتملص والله وحتكون مفاجاه. وبرضه هتطلعوا تطلصوا نفس الطلص تقول يا اخي والله ما مهمه واحنا انسحبنا منها واي 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 والله تتملص. الشغل ده تاني ما بقيف. وانا وريتك قلت لك والله المشتركه دي النازل ماسكينها منك مزاج كده بس، ما دارين اخلوها تشتغل الشغل الطبيعي. والشغل الطبيعي انت امس جربت منه حكه واحده ما صبرت نهائي. والله جن نكونوا صريحين امس ما صبرت نهائي. مش 6 ساعات ما صبرت والله. بسيطه اوريك بسيطه كيف. بسيطه نسبه للتسليح اللي كان عندك. يا اخي انت عندك اسلحه ما المفروض تقوم من محلك، وبعدين انت مرتكز، انت خايف في الهجوم، خايف في الدفاع. دي شنو؟ عشان كده اقول لك الحمد لله انه النازل مدى مليون في الجيش زي ما كان بينادوا ناس سابقا بقول لك النازل في الجيش. النازل ما ناس زواس، والله ما ناس زواس، والله نازل ناس جيري بس اقسم بالله. احمد الشيء اللي حصل في الزلق ده فضيحه يا يا خلق الله تزول بسلاحك زي ده وقاعد مخندق وماسك مواجهتك وعامل صندوقك. حلك الله اللي بخليك تصيق زي ده شنو؟ اللي بخليك تقوم شنو؟ وتيجي تكلمنا تقول لنا كلمه مهمه ومعتمد على فزع. هي قوات اساسيه واسع عليك الله
ناس المشتركه دي لو كان دايرين يقعدوا في المنطقه دي ويستحوذوا على فزعك، والناس اللي جبتهم ديل بيقوموا، اقسم بالله ما يقوموا، والله ما يقوموا. هاي ودي رساله، بس شوف الشغل اللي حصل ده دي رساله، ودي عرتكم تمام وكشفتكم انه انتم ما عندكم حاجه، انتم مجرد لسان بس، لكن قدره بتاع الدواس والله ما عندكم. والله الحاجه الوحيده اللي بتعرفوا لها المواطنين، بس تدوروا المواطنين، دي الحاجه الوحيده اللي بتعرفوا لها. هاي عندكم مسيرات وعندكم كميه يا اخي مسيرات قاعده راكده قش يا اخي. انت قال لك انا جابنا شنو لما جابنا المسيرات دي؟ هاي انتوا ما كان عندكم النيه دارين تدقوا الفاشر دي تشتغلوا من هناك؟ ده لا احنا جابنا وجابونا الخبراء. شفت الخبراء ديل؟ الاجانب الجيش شلتوهم معوقين وحتى مجغومين، شلتوهم ديل هم اللي جابونا. هاي انت قايل شنو؟ وجابنا الامداد يعني. على العموم تم التحييد بالكامل تم التحييد يا جنجة، ولسه انتظر بس ان شاء الله في منطقة تانية هتتحيد منك، ومنطقة كبيرة كمان ومقرشين جنبها. والله العظيم وبعينه لا فقط طبقة التوجيهات ولا الطيران في المنطقة ما دارين نسميها. الليلة الطيران في المنطقة ما دارين نسميها، برضه في نفس الاتجاه ده اشتغل شغل كويس جدا جدا، وده تمهيد لعمل ارض كبير جدا جدا وزحف ان شاء الله هيكون بكره بعد بكره. المهم يا جنجة انت وحظك، برضه هتتقلع منك وارجع اقول يا اخي والله ما مهمه، والله ما عارف شنو وبعد ما المهمه يتم انجاز. شوف القوات دي ما قوات استحواذ، انا من هسه بوريك القوات دي قوات بتاعت شنو؟ تحييد بس، تخرجك من الخدمه. لانه الاستحواذ بالذات في معركه مفتوحه زي دي ما منه اي فايده. انا استحوذ على منطقه واكون قاعد وحارسك وانت قاعد في المنطقه الثانيه، الفائده شنو؟ انا كابسك في المنطقه دي احيد امدادك، كابسك في المنطقه الثانيه احيد امدادك، اضعف الفزع بتاعك، اقطع الطريق للفزع بتاعك. ده كده بيتم استنزاف قوتك، تمرقها من اي محل تتبلى. وامس عندكم فزع مرق من مليت يتحيد، عندكم فزع مرق من كبكابيه يتحيد، يشتبكوا مع محمد الاشتباك ذاته سيجوا رجعوا. يبقى الونسه ما يبقى الونسه. على العموم الناس تعرف تماما يا اخواننا انه دي كانت عمليه كبيره جدا جدا، وعمليه يعني تم التخطيط والاعداد له مسبقا، وانه الموضوع ده ما كان موضوع سهل. والموضوع ده والله العظيم ده بياكد لك يعني الحاجه اللي بياكدها، وحتى كمان الحاجه الكويسه في الناس المشتركه دي ومع القوات المسلحه بالذات المحور الغربي ده، اي منطقه دخلوها يستلموها ما خلاص بيكتفوا بها، لا مشطوا على الاقل ممكن عادي والله 5 ساعات دي يكون مطاردنا كده، الا يكون حظك قوي ولا يكون انت معلم في الصيه. لكن سقطوا منطقه نهايه كده بس يكتفوا بها زي ما بعملوا جنجه، لا الله بيمشطوا كده لا بندم. وفي التمشيط ده ذاته بيلقطوا، شفت العربات اللي جايبينها وحلانه دي كلها جنجه كان جايرين يعني، وتم استلامها. وانت الجاري بقى منك وتيجي تقول لي ما مهمه. طيب نجي للفاشل. الفاشل برضه يا اخواننا الجنجة ما يعني تراجع حتى تسلل الحاجات اللي كان بيعملوا فيها سابقا فشلوا فيها، بيجوا يو اشتغلوا بالتكتيك بتاع انهم يجوا بعربيه عربيتين، شايفهم قالوا بيجوا جايين تسلل جايين بعربيه واحده وعدد من الجنجة برضه تم تحييدهم بكل ارتياح. بس شفت الارتكازات الموزعه بس في الطرقات دي بتتعامل معك مليانه بكله، داير قرنوفات بملوك قرنوف لما تقول ما داير. بالنسبه للمشاة جاي عامل فيها مشيط او عامل فيها جاي غادي هناك مفحط بكروزلات بهنا عندك ال 23 بسلم عليك عادي، تعرفه كويس. وانتوا عارفين المشتركه دي سبب تفوقهم عليكم اول حاجه العقيده القتاليه، الحاجه الثانيه كثافه النيران، اكثر ناس بيكثفوا نيران واسلحتهم مساعدهم على الكلام ده. انتوا زمان ما قاعد تلقوا ارتكازات فاضيه ما فيها لا 23 ولا فيها اي سلاح ثقيل بيردع، لكن الان الحد من تقدمكم وعطلكم وعطل تقدمكم ودخل شريحه في ناسكم اللي بقيتوا تدقون بالصوت عشان يجوا يهجموا ديل يا هو الشغل بتاع 23 ده. انا دايما بقول لك شوف ما فاطر ما تخاطر بالذات الفاشر دي. والله لو ما عندك
جماعه هناك ناس الفزع، لو ما عندك واد عاشر ما تجي الفاشر. انا الموضوع ده بيكتم فيك.